أسعد الله مساءكم بخير وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون. نبدأها بأبرز العناوين. أزيد من 2600 قتيل وآلاف الجرحى حصيلة مؤقتة لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، وعمليات الإغاثة متواصلة رغم الظروف المناخية الصعبة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية تركيا فخامة سيد رجب طيب أردوغان، ذلك على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق جنوب شرق بلاده، ومن خلالها عرب جلالة الملك عن تضامن المملكة المغربية الفاعل ووقوفها إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذا الظرف العصيب. زلزال هو الأعنف منذ نحو قرن يضرب تركيا وسوريا فجر اليوم، والحصيلة تتجاوز 2600 قتيل وآلاف الجرحى، حصيلة مؤقتة لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، وعمليات الإغاثة متواصلة رغم الظروف المناخية الصعبة وهزات ارتدادية فاق عددها 120 هزة. خالد الأحمدي والتفاصيل. من بين الأنقاض تنبعث الحياة، أطفال يكتب لهم عمر جديد، ما يبعث على الأمل في العثور على ناجين رغم هول الكارثة. 2600 قتيل جراء الزلزال القوي الذي ضرب اليوم تركيا وسوريا، والحصيلة مرشحة للارتفاع. فبتركيا وحدها قضى أزيد من 1651 شخصا، مع تسجيل انهيار 3471 مبنى، يعلن وزير الصحة التركي. معظم الأضرار بتركيا سجلت بالقرب من مركز الزلزال الذي حدث فجرا بين قهرمان مرعش وغازي عنتاب. الهزة الأرضية زرعت الرعب والخوف في صفوف الناجين من ساكنة المناطق المتضررة التي اضطرت إلى مغادرة بيوتها خوفا من الهلاك رغم قساوة الطقس. فالهزة الأولى بلغت قوتها 7.8 درجات على سلم ريشتر على عمق حوالي 18 كيلومترا. تلتها هزات ارتدادية قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات جنوب شرق تركيا. الزلزال الذي شعرت به العديد من البلدان كقبرص، لبنان والدنمارك، أصدرت على إثره تركيا إنذارا من المستوى الرابع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن حدادا وطنيا ل7 أيام. وفي سوريا حيث قتل 800 شخص على الأقل، سجلت معظم الإصابات في محافظات اللاذقية، طرطوس، حلب وحماة. هذه الهزة تعد الأشد في تركيا منذ زلزال 17 من غشت 99 وألف، والذي تسبب في مقتل 17,000 شخص. هذا ودعت سفارة المملكة المغربية بأنقرة المتصلين الذين يبحثون عن عائلاتهم إلى موافاتها بالمعلومات الخاصة بهم، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين عددا من الولايات في الجنوب التركي. وأشارت السفارة في بلاغ لها إلى أنه يجب موافاتها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الواتساب باسم المتصل ورقم هاتفه واسم المبحوث عنه ورقم هاتفه والمدينة التي يقيم بها، وكذا صورة عن البطاقة الوطنية وجواز السفر للمعني بالأمر في حال تواجدها. وأوضح المصدر أن هذه هي المعلومات ستمكن خلية الأزمة التابعة للسفارة من التواصل مع السلطات التركية بهذا الخصوص. وذكرت سفارة المملكة المغربية بأنقرة أنه يمكن التواصل معها عبر الأرقام الهاتفية الأرضية وعبر أرقام الهاتف المحمول والواتساب وعبر البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة.